إياك أخي المستمع وأختي المستمع أن تصدق أنك كبرت في السن. ما جسدك إلا وعاء توضع فيه روحك. الروح لا تشيب ولا تشيخ. إياك أن تحبس روحك في إطار جسدك. حلق في روحك إلى عالم التفاؤل والأمل. وثق بالله في كل خطوة تخطوها. ساعد الجميع، امنح الحب، ازرع الخير في كل مكان. لا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا يشترط أن يكون اللقاء بالله بعد الموت فحسب. لا، لقاء الله يكون بالعلم، يكون بالذكر، فالتفكر لقاء، والصلاة لقاء، والصدقة لقاء، والمناجاة لقاء لله، وقيام الليل لقاء لله سبحانه وتعالى، وبر الوالدين لقاء، صلة الأرحام لقاء، زيارة المريض، الأدب مع الناس، التودد، تفريج الكربات. كلها هذه إذا فعلتها كأنك لقيت الله سبحانه وتعالى. فهل أدركنا كم فرصة للقاء الله سبحانه وتعالى؟ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.